حلوني يا أبائي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. بشكر أباء العذراء على دعوتهم وتشجيعهم. موضوعنا الليلة دي بعنوان كونوا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هقرأ النص من رسالة بطرس الأولى وهركز على كم آية يشرحوا مفهوم القداسة وطريق القداسة. القديس بطرس كتب رسالته في الستينات، كانت الكنيسة في عز ألمها، وعشان كده رسالة بطرس الأولى بنعتبرها رسالة الألم في العهد الجديد. يعني أكتر رسالة شرحت مفهوم الوجع والألم والتجربة في العهد الجديد بطرس الأولى. طبعا رب المجد يسوع اتكلم عن الطريق الكرب والباب الضيق والصليب وبولس اتكلم كتير، لكن بطرس جمع كل المفاهيم. 5 إصحاحات، كل إصحاح فيهم بيشاور على زاوية من زوايا تعمل إيه في حالة التجربة أو الألم. بعد ما بدأ أول إصحاح بالكلام عن نعمة العهد الجديد والولادة الجديدة والخلاص المجاني اللي خدناه بدم ربنا يسوع، وإزاي النبوءات اكتملت في المسيح وتحققت بتجسده وفدائه. اسمعوا معايا الجزء العملي ده اللي جواه الوصية اللي شغلنا الليلة دي: كونوا قديسين. لذلك دي دايما معلش في الدراسة لما نلاقي كلمة therefore لذلك لازم تربط اللي قبلها باللي بعدها. اللي قبلها كان نعمة كبيرة قوي، خلاص هذا مقداره، فداء ثمنه غالي قوي، تكلفة عالية جدا، سماء عظيمة مستنيانك. لذلك بقى بالبلدي كده شد حيلك، خليك جدع. فاهمين المعنى؟ يعني ودي كانت طريقة بولس برضو، يبتدي يتكلم عن قد ايه ربنا تعب وادانا حاجة كبيرة قوي واحنا في عز ما حدش يتخيله، والسماء اجمل من توقعاتنا. لذلك نبتدي نقول بقى: اسهروا، توبوا، اهربوا، ركزوا، صلوا، حبوا الناس، ابعدوا عن الشر. دايما لذلك معناها تطبيق عملي على تقدير النعمة اللي انت خدتها. فبيقول: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. ده تعبير معقد شوية. ليه؟ المنطقة بتتحط على الوسط، وكانت المنطقة دي معناها ناس هتشيل وهتحط أو هتسافر، ولسه بيلبسوها السفرجية في الأوتيلات. فالمنطقة دي مشهورة عند اليهود، لأن ليلة الفصح كانت أول مرة يسمعوا منطقوا أحقاءكم، عشان في سفرية طويلة داخلين بقى على العبور وعلى الهرب. وربنا يسوع استخدمها في لوقا 12 لما قال: منطقوا لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم مقد. منطقة الحقوين معناها واحد متأهب، منتبه، مستعد، عارف انه داخل على رحلة. فيعني رابط الحزام، رابط الحزام زي الطيارة أو العربية، ورابط الحزام فيها فكرة الصوم وضبط النفس، بس هنا حطها كلها على العقل. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. اصحوا لما تقدروا نعمة ربنا، خليكم صحصحين. ليه؟ فجأة هيخلص العمر، ولو ما قدرتش كل النعمة اللي انت خدتها كله هيروح عليك. فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. أنا هشرح بس هقرأ الجزء على بعضه. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة،
حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. أنا قريت 4 آيات، بطرس الأولى الإصحاح الأولاني من 13 ل 17، وأقول لكم كم فكرة فيهم. بداية اربط ذهنك. يعني ايه اربط ذهنك؟ منطق حقوين ذهنك مصحصح. اربط ذهنك معناها بالبلدي لما تكون مسافر تقعد تراجع على الباسبور، على التذكرة، على الشنطة، مركز. مش وقت بقى انك تسرح في الفسحة وفي الشغل، انت مركز. فهي اول معنى ركز من فضلك. ليه؟ العمر قرب يخلص، واللي اتعامل معاك كتير قوي، ودم المسيح غالي قوي، والسماء حلوة قوي. إياك بقى تضيع ده كله. ركز من فضلك. هي بالبلدي أول آية بتقول ركز. أقول لكم حاجة وما تزعلوش، أغلبنا مش مركزين. مش مركزين ليه؟ مخنا مشتت، زمن التشتيت، سوشيال ميديا بقى، إعلانات، أخبار الناس، مسلسلات، أخبار الدولار. حبيبي ركز ركز. مالك أنت بالحاجات دي؟ يومين وهتسيب الدنيا، ولا أنت مش واخد بالك؟ وبعدين قد اشتريتم بثمن، هيقولها بعدها على طول. لو أنت مدرك العذاب اللي شافه المسيح عشان يدخلك السماء، ما تضيعش تعبه بقى. ركز من فضلك. احنا 100 حاجة بتشتتنا، أشغالنا بتاخدنا، عيالنا بياخدونا، أخبار الدنيا بتاخدنا، تلاقي تيجي تصلي مسرحان. احنا في طريق القداسة، عشان كده هنوصل لكلمة كونوا قديسين. القداسة ما تجيش على الماشي على الطاير، القداسة عاوزة تركيز. اللي عاوز يبقى شبه المسيح، القداسة يعني شبه المسيح، لازم يركز. فأول تدريب بقوله لكم في كلمة، من فضلك ركز. ركز في صلاتك، ركز في إنجيلك، ركز في اعترافاتك، ركز مخك بيروح في إيه. ركز، ما تفتحش على نفسك 100 فتحة وانت أساسا متكعبل في 100 موضوع. ركز شوية. منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، يعني صح هي نفس المعنى، صح. وبطرس هيقولها تاني في آخر الرسالة، اسهروا وكونوا صاحين لأن إبليس عدوكم يجول ملتمسا من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان. يعني صح لأنك لو ما صحصحت الشيطان هيسرقك أو هيسرق حد من عيالك. والراعي دايما مصحصح، لأن أي غنبة هتتسرق في أي وقت. وياما بيوت اتسرقت واتلخبطت عشان ما كانوش مركزين ومصحصحين. يبقى أول فكرة في طريق القداسة، ركز وصحصح. وبعدين في بقية الآية، ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. عادة لما بنسمع كلمة قديس وقداسة احنا بنقعد كده حاسين الكلام مش لينا، بعيدة قوي. احنا بس نبطل الكام خطية اللي بنعملهم، ده يبقى كويس قوي على كده. خلي بالكم، القداسة نعمة، هدية من ربنا لولاده. احنا لو عشنا 1000 سنة ما نقدرش نبقى قديسين بشطارتنا، ولا نقدر نغير شعرة من شعر رأسنا. هي نعمة، هدية اسمها القداسة. ربنا ينعم عليك بلقب قديس، والكنيسة بتحطها لنا في كل قداس لما تقول القدسات للقديسين. أقول لكم سر، لما كنت شماس صغير زي الشباب دول، كنت فاكر الكلام على القديسين اللي هم بنقول أسمائهم في الزوكسولوجيات. وبعدين فين لما شرحوها لي، لا القدسات يعني المناولة، والقديسين اللي في الأيقونات مش هيتناولوا، هم في السماء خلاص. للقديسين يعني شعب الكنيسة. فمن ساعتها أنا بقيت أخاف من القداس. ليه؟ القداس أدخل خاطئ أطلع قديس. الكنيسة بتقول كده لأنها نعمة القداسة. فهنا تاني كلمة عاوزكم تفتكروها بعد ركز وصحصح، اطمن. ليه؟ لأنه بيقول لك القوا رجاءكم بالتمام على النعمة. أي حاجة ناقصاك نعمة ربنا تسد.
فيك عيوب نعمة ربنا تشيل. بعيد قوي انك تبقى جاهز للسماء، نعمة ربنا تغطي. عشان كده عاوز اروح لاخر الرسالة، نفس الرسالة في اخرها، لان القديس بطرس يحب النعمة زي بولس قوي، يتكلم عنها كتير. فيختم رسالته الاولى اللي هي حوالين الوجع والألم، يقول: اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. ده عليه كل حاجة. إله كل نعمة الذي دعانا لمجده الأبدي، بعدما تألمتم، عليه الباقي كله، يكملك ويثبتك ويقويك ويمكنك. فعشان كده في أول إصحاح يقول إيه؟ يقول: القوا رجاءكم بالتمام على النعمة. اطمن. هتقول لي أنا لسه مخي ملخبط، هقابل المسيح إزاي؟ لسه مقابل واحد على فراش الموت من أسبوع، قال لي: أنا ما ينفعش أروح السما دلوقتي، أنا بعيد قوي، أنا ناقصني كتير قوي، أنا مش حافظ صلوات كتير. هو راجل كويس، لكن يعني إحساسه بقى خلاص، هو عارف إنه ساعات وهيمشي، لكن لسه مركز فمنزعج. أنا لا ذاكرت الإنجيل ولا عملت خير كفاية، وحياتي مليانة الخطية، وحتى لغاية اللحظة دي لما بصلي بسرح. قلت له: لا، دي النعمة بقى، طول بالك، في حاجة اسمها النعمة. ربنا أب حلو عاوز عياله حواليه، طول ما بنقول له ارحمني يا رب الباقي عليه، طول ما بنقول له الحقني غيرني أنا وحش يقول لك لا أنت حلو. تيجي تقول له أنا حلو يقول لك لا أنت وحش. فأنت أحسن تيجي تقول له إيه؟ أنا وحش قوي، يقول لك لا خلاص بقيت حلو قوي. النقلة دي اسمها النعمة. القوا رجاءكم بالتمام على النعمة. حمل على نعمة ربنا. ده مش معناها تكسل، ما هو لسه بيقول لك ركز ولم دماغك وما تسرحش وصحصح، السما قربت، العمر قصير، انتبه. يبقى واحد، ركز وصحصح. اتنين، اطمن، ما تسيبش الشيطان يقلقك ويخوفك ويقول لك ما منكش فايدة. في حاجة اسمها الرجاء. الرجاء اللي يطمن ده: القوا تمام رجاءكم بالتمام. حمل على ربنا. تالت فكرة مهمة: اسمع الكلام. يقول: كأولاد الطاعة. مش انتوا بقيتوا أولاد ربنا؟ ولاد ربنا أهم كلمة يقولوها لربنا حاضر، يدخلوا السماء. كأولاد الطاعة يعني هو عاوز يقول كعيال متربية، يعني العيل المتربي يقول حاضر يا بابا بسهولة. طبعا مش متربين في الزمن ده قوي يعني، لكن خلينا احنا متربين. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. فيبقى ثالث كلمة: اسمع الكلام. بيقول لك صلي صلي، اشكر، اهرب، ابعد، حب، سامح، خلاص. بيقول كلمة: قول حاضر. كأولاد الطاعة ما تعملوش اللي كنتوا بتعملوه زمان. هي الآية معناها كده: لا تشاكلوا شهواتكم السابقة، يعني العيشة القديمة اللي كان فيها بقى طمع زيادة، شهوات زيادة، كسل زيادة، كبرياء زيادة. وبعدين كفاية. فاسمع الكلام. انت عارف ابوك بيقول ايه وبيحب ايه، اسمع كلام. يلا احفظوا معايا عشان هنوصل للقداسة دلوقتي. طريق القداسة طلع مش صعب، مش لأن القداسة دي حاجة سهلة، لا، لأن الدور الإلهي هو الأساس. واحد، ركز وصحصح. اتنين، اطمن. تلاتة، اسمع الكلام. كلمة كأولاد الطاعة يعني خليكوا عيال كويسين، كل ما تلاقي وصية قول حاضر. أب اعترافك يقول لك حاجة حاضر وروح نفذ، خلاص. سكة السماء مش صعبة. يقول لك سامح أخوك حاضر، اتنازل عن القضية حاضر، ما تجادلش، ما تفاصلش، ما تقاوحش. اغفر لأخوك حاضر، أنت عاوز غفران اغفر بقى. اهرب من الموضوع ده، اقفل الباب ده حاضر. لو عشت بقانون الطاعة تدخل السماء. ركز،
اطمن، اسمع الكلام. 4 بل نظير القدوس الذي دعاكم، دخلنا بقى على القداسة، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يعني إيه بقى دي؟ بص على المسيح، نظير القدوس الذي دعاكم. حط ربنا قصاد عينك صبح ظهر الليل، بيعمل ايه تعمل زيه، بيقول ايه تقول زيه، بيفكر ازاي حاول تفكر زيه. نظير القدوس، يبقى القداسة مرتبطة بشخص واحد، القدوس. عشان كده دانيال يسميه قدوس القديسين. يعني ايه؟ كل القديسين واخدين القداسة منه، مركزين عليه، باصين عليه. هو المثل الأعلى، هو البكر بين إخوة كثيرين، هو مصدر القداسة. الروح القدس ده روحه اللي سكن فينا. يبقى نظير القدوس يعني خليك شبه المسيح. تقول لي ما اعرفش اعمل معجزات، مش مهم، مش دي القضية خالص. لكن ما تعرفش تجول تصنع خيرا، ما طول الوقت المسيح بيعمل خير، مش كله معجزات. تقدرش تغسل رجلين اللي حواليك وتوطي راسك شوية وتبقى متواضع. تقدرش تقبل أي لقمة وأي هدمة وأي نومة وأي حاجة. خليك شبه ربنا، نظير القدوس الذي دعاكم. اللي دعاك للمجد الأبدي قدوس، ما بيغلطش، كل حاجة فيه حلوة. لو ركزت فيه، بصيت عليه، فكرت فيه، هتاخد من طبعه، هتتشبه بيه. مرة بسأل شيخ روحاني كبير كده على طريق القداسة، بقول له طريق القداسة صعب، لما بنقرأ كتب النسك والرهبان حس الحكاية صعبة قوي، احنا قاعدين ناكل ونشرب وننام. قال لي لا مش صعب، حط المسيح قصادك وحبه وامشي وراه خلاص. وده اللي كان بيقوله ربنا يسوع لكل اللي حواليه، يقول ايه؟ اتبعني. اتبعني مش معناها حرفيا خطوة بخطوة، معناها بص عليا واعمل زيي، فولو مي، اتبعني. فكل موقف تدخل فيه تقول المسيح مكاني كان هيعمل ايه؟ صدقوني هتتغير طبعكم. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين في كل سيرة، يعني في كل موضوع. لأن في مشاكل بتطلع كل يوم، وفي أزمات، وفي ناس متعبة. طب ما المسيح عاش وسطينا وكان حواليه ناس متعبين أكتر مننا، وسمع شتمته بودانه وأهين. وحتى اخواته مرة قالوا عليه، اخواته أولاد مريم الأخرى، قالوا عليه مختل. حتى العيلة ما قدرتوش. طب وبعدين؟ لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، ما بيغلطش. قصبة مردودة لا يقصف، حنين على الكل، فتيلة مدخنة لا يطفئ، مشجع للكل. إذا النظير القدوس. يبقى نمرة 4، بص على المسيح. طريق القداسة يبدأ ركز صح صح. 2، اطمن، دور ربنا هو الأساس. 3، اسمع الكلام، كل وصية قول حاضر واشتغل. 4، بص على المسيح. نقولهم تاني معلش عشان تكرار يعلم الشطار. نمرة 1 تعمل ايه؟ ركز وصح صح. نمرة 2 اطمن، سيبش الشيطان يزعجك ويقلقك. 3 اسمع الكلام، شاطر. 4 بص على المسيح. لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس، وإن كنتم تدعون أبا. يعني احنا بنكلم الآب السماوي نقول له إيه؟ أبانا. دي كلمة مريحة قوي، أبوك. يبقى أكيد في الآخر هيقول لك تعالى بيت أبوك، مش كده؟ أي أولاد يورثوا أبوهم. حتى بولس قالها كذا مرة، إن كنا أولاد فإننا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. فبيقول انتوا بتقولوا ابانا، يا بختكم. المسيحيين دول بيكلموا ربنا غير كل البشر، بيقولوا يا بابا، يا ابا. ابا اللاتيني زي الفلاحيني زي بعض، يابا. فاحنا بنقول لربنا ابانا. انتوا بتقولوا ابانا، بس افكركم بحاجه بقى، انتم تدعونه ابا لكنه يحكم بغير محاباه
حسب عمل كل واحد. يعني ايه؟ ابوك حبيبك وبيموت فيك وعاوزك معاه في السماء، بس اقول لك حاجة تخوف، حقاني قوي، ولما يحكم ما يعرفش يجامل في الحق، يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد. يبقى الحكاية ايه؟ سيروا زمان غربتكم بخوف. يبقى نمرة 5 ايه؟ خاف. خاف ليه؟ ده ما كلمه لسه بتقول لنا اطمن، والحكاية سهلة، شوية تركيز، نسمع الكلام وبعدين نبص على المسيح. لا، خاف من فضلك، خاف. قضيها في خوف الله. ليه؟ اللي ما خافوش ما وصلوش، اللي ما خافوش على أبديتهم ضاعت منهم أبديتهم. اللي اطمنوا زيادة وريحوا، اطمن دي ضد القلق، ضد الانزعاج، لكن مش معناها دلع، مش معناها كسل. لا، خاف، لأنه حين يحكم، مع أنه أب، يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد. يبقى طريق القداسة على قد ما الكلام يبان سهل، اطمن، وكمان بص على المسيح وركز وصحصح، اسمع الكلام، لكن خاف. خاف. يقول القديس بولس في العبرانيين فلنخف، لأنه مع بقاء وعد، في وعد بالحياة الأبدية، شايفين ناس ما وصلتش، تعمدوا ما وصلوش. دي في العبرانيين. نروح لكورنثوس نقول عاوز أقول لكم خافوا، أبائكم كانوا في البرية، اتعمدوا مع موسى في السحابة والبحر، سماها معمودية، كلوا أكل من السماء، المن اللي هو بالنسبة لنا دلوقتي الإفخارستية، شربوا مية طالعة من صخرة، والصخرة كانت المسيح وماشية معاهم. شوفوا العز ده كله، وفي الآخر إيه؟ بأغلبهم لم يصر الله، أغلبهم هلكوا. طب نطلع منها بإيه؟ لا، خاف، لازم تخاف. خاف لئلا بعدما كرست للآخرين تصير مرفوضا. في ناس طالعة بشعار ان الخوف ملوش مكان في العلاقة مع الله، ده كلام مش مسيحي وكلام مؤذي. احنا بنحب ربنا جدا وبنعمل له مليون حساب، بنخاف ربنا، والمسيح له المجد كرر كلمة خاف. خافوا على أبديتكم، خافوا من ربنا. النص المشهور اللي بنقراه كتير مع الشهداء في القداسات يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر، أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. يبقى المسيح نفسه بيقول خاف، بس هو بيحبنا قوي وعاوزنا ندخل السماء، ودفع الثمن واشترانا وسهل لنا طريق التقوى. بس الدلع مؤذي، الدلع مؤذي، وهو يحكم بغير محاباة. يعني انت عاوز تتسوى بواحد حياته كلها فقر وغلب وبيشكر ربنا، وانت حياتك سهلة relatively ومش بتشكر ربنا؟ دي حاجة تخوف. انت عاوز ربنا يسوي واحد احتمل الاضطهاد والاستشهاد بواحد بيتخانق على فلوسه وبيعادي وبيخاصم؟ لا، يحكم بغير محاباة، خلي بالك، وبيحكم على قد الكلام اللي قاله حسب الوصية، فخليك من أولاد الطاعة. تعال نراجع ال5، فضل نقطة صغير. طريق القداسة يبدأ بكلمة إيه؟ ركز، اربطوا أحقاء ذهنكم صحين، صح صح. 2، اطمن، القوا رجاءكم بالتمام على النعمة، ربنا عاوزك في السماء. 3، كأولاد الطاعة اسمع الكلام، كل وصية تسمعها ركز فيها وقول حاضر. 4، بص على المسيح نظير القدوس، خلي ربنا قصاد عينك وطول الوقت قدامنا صورة المسيح، مش بس صورة صامتة، لا، احنا لازم نتخيل كل موقف ونعيش زيه. 5، خاف، سيروا زمان غربتكم بخوف.
عالمين، آخر نقطة، أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دم المسيح. أختمها بقى بكلمة تذكر. تذكر يعني إيه؟ طريق القداسة محتاج حاجتين على الأقل قدام عينك طول الوقت: اللي اتعمل معاك واللي مستنيك. تذكر كم كلفت المسيح في خلاصك عشان ما يبقاش مصيرك جهنم. المسيح تعب قوي وفدانا، لا بفضة ولا بذهب كانت تبقى سهلة، بدم كريم بلا عيب، دم المسيح. مات عشانك، مش مقدرها دي؟ انت لو قدرتها تبقى قديس. لو حطيت الصليب قصاد عينك مهما تعبت وتزليت وتوجعت وتعذبت تقول له يجي ايه جنب تعبك؟ انا استاهل اكتر من كده مليون مرة، لكن انت قدوس احتملت وانت بلا عيب. فتذكر عشان تبقى قديس، خلي آلام المسيح قصادك واليوم الأخير قصادك. عشان كده برضو بطرس كان الحتتين دول شغلينه. آخر إصحاح بيكلم الكهنة بيقول لهم إيه؟ بطرس نفس الرسالة بيقول لهم أنا الشيخ شريككم، يعني أنا واحد منكم في الكهنوت معاكم، الشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد. يعني هو مركز في إيه؟ حاجتين: آلام المسيح تخليه يتألم ويتحمل وما ينامش ويتعب. ليه؟ كل ما يبص على الصليب يتكسف، يقول له انت تتذل الذل ده كله وانا اتدلع بعد كده؟ وبعدين المجد، شريك المجد العتيد، السماء، ملايين السنين من السعادة والفرح الأبدي، ما يستاهلش شوية تعب؟ يستاهل ونص. يبقى تذكر. تعالوا نراجع بقى الست نقط. القداسة هدية من ربنا لولاده حبايبه اللي خدوا الروح القدس بعد المعمودية، اللي بيتحدوا بجسده المقدس ودمه المقدس. فاحنا الحكاية كلها هدية، نعمة. لكن نمرة واحد، ركز وصحصح، وسماها بطريقته، اربط على دماغك، ما تسيبهاش تروح كده ولا كده. اتنين، قال ايه؟ اطمن، خلي رجائك بالتمام على النعمة، نعمة ربنا تزيح وتشيل كل حاجة. ثلاثة، اسمع الكلام، خليك من ولاد الطاعة، خليك واد متربي، عشان لما تقول أبانا يقول لك نعم يا حبيبي، عشان بتسمع كلامه. أربعة، بص على المسيح نظير القدوس، قداسة مش هنألفها، هي شبه المسيح ببساطة. خمسة، خاف، خاف لا تضيع كل تعب ربنا وتضيع الأبدية. ستة، تذكر، تذكر الثمن اللي اتدفع فيك والمصير اللي مستنيك. نقولهم تاني: طريق القداسة، ركز وصحصح. اتنين، اطمن. ثلاثة، اسمع الكلام. أربعة، بص على المسيح. خمسة، خاف. ستة، تذكر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.